تحدي بيها المكان اللي بتاكليها فيه وتقولي ايه بيعمل طاجن لحمة راس حكاية ان شاء الله. بس تتبعي نفس الخطوات والطريقة والمقادير والاضافات اللي احنا بنضيفها والخطوات اللي احنا بنعملها، وان شاء الله يعني اللي هياكلها معاكي اكليها. اللي ما بيحبش لحمة الراس مش هيعرف ان هي لحمة راس. طعمها تحفة، طعمها جميل جدا ان شاء الله. نسمي الله ونصلي على رسول الله كده ونبدأ الشغل ان شاء الله. بجيب لحمة الراس اي كمية انت حابة، بتغسليها كويس جدا جدا وتبصي فيها كويس، ممكن يكون فيها شعراية كده من الراس ولا حاجة، فتشيليها كويس وتشطفيها كويس جدا جدا وتعصريها وتعصري عليها ليمونتين 3 ورشة جنزبيل وحبة ملح كتار كده، معلقتين 3 ملح كتار، وتدعكيهم بيها وتسيبيها بقى نص ساعة ربع ساعة. لو في الصيف حطيها في التلاجة ساعة 2 براحتك خالص وقت ما انت حابة. وبعد كده تطلعيها وتشطفيها